السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات الدرس الرابع كتاب الأضواء مادة العلوم الصف الرابع صفحة 24. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. نقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك الطاقة الناتجة من مجفف الشعر ولا تعبر عن وظيفته الأساسية هي الطاقة الصوتية. يبقى الطاقة الناتجة من مجفف الشعر ولا تعبر عن وظيفته الأساسية الطاقة الصوتية. الطاقة الداخلة للغسالة الكهربائية هي طاقة هتقول له كهربية. خلاص يا بطل، يبقى الطاقة الداخلة للغسالة الكهربائية ايه؟ عشان الغسالة تشتغل هتحتاج كهرباء. مدخلات الطاقة عند تشغيل فرن الغاز هي طاقة كيميائية. طاقة ايه يا بطل؟ طاقة كيميائية. مدخلات الطاقة للهاتف المحمول هي الطاقة الكهربائية. احنا بنشحن التليفون بالشاحن، والشاحن ده كهرباء. مجفف الشعر وغلاية المياه بينتجان طاقة حرارية. الاستشوار او مجفف الشعر بيطلع لك هواء سخن عشان ينشف الشعر، وغلاية المية بتطلع لنا مية سخنة. طيب صح وخطأ الصوت الصادر من المكنسة الكهربائية من صور الطاقة المهدرة. صح. الطاقة الناتجة من المكواه الكهربية والسخان الكهربي طاقة كهربية. خطأ يا شباب. المكوى والسخان طاقة حرارية. تعتبر الطاقة الكيميائية من مخرجات الطاقة في البيانو. لا، خطأ يا شباب. من مخرجات الطاقة في البيانو عندك الطاقة الصوتية، عندك الصوت وطاقة حرارية. تعتبر الطاقة الحرارية من مدخلات الطاقة في مجفف الشعر. خطأ، لأن من مدخلات الطاقة في مجفف الشعر الطاقة الكهربية مش الحرارية، الكهربية. عشان مجفف الشعر ده يشتغل هيحتاج كهرباء. أكمل العبارات الآتية. من مخرجات، المخرجات يعني الحاجة اللي هتطلع من المكنسة الكهربائية. ايه اللي بيطلع منها؟ بيطلع منها صوت وحرارة، يبقى طاقة صوتية وطاقة حرارية. تختزن الطاقة الكهربية داخل بطارية الهاتف المحمول في صورة طاقة كيميائية. مخرجات الطاقة في السخان الكهربي والمدفأة الكهربية هي الطاقة الحرارية. ادرس الشكل المقابل ثم أجب. ما مدخلات الطاقة اللازمة لبدء تشغيل مجفف الشعر الكهربي؟ هتقوله الطاقة الكهربية. ما مخرجات الطاقة عند تشغيل مجفف الشعر الكهربي؟ هتقوله الطاقة الحرارية وطاقة الحركة والطاقة الصوتية. الطاقة الحرارية وطاقة الحركة والطاقة الصوتية. ما الطاقة المهدرة التي لا تساعد الجهاز على أداء وظيفته يا شباب؟ ايه الطاقة المهدرة هنا؟ هتقوله طبعا الطاقة الصوتية. الصوت اللي بيطلع من الاستشوار دي طاقة ايه؟ طاقة مهدرة أو طاقة مفقودة أو طاقة غير مفيدة. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا مع بعض صفحة 24 تدريبات الدرس الرابع مادة العلوم الصف الرابع كتاب الأضواء. يا ريت يا بطل اللي استفاد معنا من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي من حل التدريبات. بالتوفيق والنجاح، مع السلامة.